السلام عليكم صديقاتي، نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه وافضل الاحوال ان شاء الله يا رب. وصفتنا اليوم من الزمن الجميل، واللي تعد هذه الحلوى من اول الحلويات اللي بديت نتعلم فيهم. يعني اول حلوى درتها في حياتي هي هذه، حبيت نشاركها معكم اليوم وحتى نتوما تخدموها وتستمتعوا بها. الوصفه سهله وفي متناول الجميع. 250 غرام زبده نديروها في الاناء نتاعنا، ولازم تكون طريه بدرجه حراره الغرفه هكا باش يعني تجيكم سهله باش تشكلوا القوام الكريمي. نحتاجو نصف ملعقه صغيره من الملح، ملعقه كبيره من الفانيليا، ونجيبو علبه نتاع ياغورت. الياغورت هذا يعني كاع الناس راح تتناوله، راه باين واش هو. انتي جيبي النكهه اللي تفضليها، من الاحسن لافاني، ولكن ديري فراز، ولا انا اليوم درت نكهه الفراز. نخلطو مليح مليح صديقاتي، وما تخافي لا يخسر لك هذا الكاطو من الياغورت، لا والو، يعني عادي جدا. اصلا الا قعد لك واحد اليومين ولا راكي لاهم تخلطي غايه حتى توصلي لهذاك القوام الكريمي نتاع العجينه الصابلي. كما كتشوفوا هذه العجينه ما فيها لا بيض لا خميره حلويات لا والو. هذا واش فيها: الزبده، علبه ياغورت، ولافاني، وتخلطي غايه وتعاودي ديري الفرينه. هذا واش كاين في هذه الوصفه تاعنا. تخلطي غايه حتى توصلي العجينه طريه. كما كتشوفوا انايا طريقه العجن دائما ننصحكم بها انه ما تدلكوهاش، تخلطوا غير باستعمال الاصابع حتى اللي يدخل كامل هذيك الفرينه نتاعنا في الزبده اللي نكونوا خلطناها من قبل. هذه هي صحاباتي، نتمنى والله تجربوا هذه الوصفه يعني وتفكروا بها ايامات زمان وين كانت الحياه بسيطه، ونديروا دائما الحلويات الاقتصاديه والسهله والسريعه. نواصل انا الخلطه نتاع العجينه نتاعنا حتى اللي نوصلوا القوام نتاع عجينه طريه وما تتلصقش في اليد، لانه الا كانت تتلصق في اليد كي تدخليها للفرن، اللي كانت طريه بزاف فايت القانون، كي تدخليها للفرن رايحه تسيح لك وما تجيش مليحه، رايحه تفقد كامل الشكل نتاعها. هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه، عجينه طريه وشابه يا البنات. هذه العجينه هايله. اذا نبداو نوجدوا في الحشو نتاع هذا الصابلي تاعنا. نهار اليوم جبت القليل من حلوه الترك ومعجون المشمش، وتقدري ما ديريش كاع حلوه الترك وديريها غير بمعجون المشمش وتجي هايله. حنايا بكري كنا كي ما يكونش كاين حلوه الترك كنا نديروها غير هكا بمعجون المشمش وتجي واحد الحلوه رائعه جدا. كما كتشوفوا اني نخلط هذيك حلوه الترك مع المعجون، نخلطها غايه الغايه، وكي نحس انه مازال خاصني المعجون نزيد، ماشي مشكل. وانتم تبغوا يعني تبدلوا الحشو، ديري بالكاوكاو ولا ديري بجوز الهند ايضا تجي شابه يا البنات. يعني الحشو انتي تتحكمي فيه. وكما قلت لكم هي في التقليدي ما كناش كاع نديروا حلوه الترك، كنا هكا غير من نبغوا نديروا شويه ابداع نديروا لها حلوه الترك، ولكن في العاده نديروا غير المعجون تاع المشمش، يعني باش نكون صريحه معكم. وهنايا راه حضرت معايا الحشو. دركا نبداو نحضروا في العجينه. نديروا الفرينه في سطح العمل ونحلوها بسمك يعني ماشي رقيق كاع رقيق وماشي غليظ كاع غليظ. رايحين تشوفوا السمك نتاع الحلوه نتاعنا، يعني ماشي غليظه بالسمك نتاع الصابلي وماشي رقيقه كاع حتى اللي ما تقدريش كاع تهزيها. كما غادي تشوفوا غادي نحلها باستعمال الوراق. ومن خلال هذا الفيديو صحباتي حبيت نوجه نصيحه لكامل الامهات اللي هم يتفرجوني هنايا عبر القناه.
انه خليوا بناتكم في هذه العطله الدراسيه يدخلوا للمطبخ، يتعلموا شويه صوالح، يتعلموا شويه طياب، يتعلموا شويه هكا حلويات. يعني يعني ماشي تخلوهم دائما لاصقين غير مع التلفاز ولا لاصقين مع الهواتف، لانه صحيح كما على بالنا الهاتف راه دا العقول، واحيانا غير في التفاهات ما كاش حاجه نتاع مكتسبات مهاريه ولا. فمليحه الام تدخل بنتها معها للمطبخ وتخليها تخرب معاها وتتعلم معاها الصوالح هادو ينفعوها في حياتها. وكما كتشوفوا اني جبت هذا الطابع، وجيبي الطابع يكون شويه كبير، ماشي الطابع كاع صغير صغير، باش تقدري تشكلي الهليلات نتاعك. كما كتشوفوا اني جبتها بهذا الحجم شويه كبير، باش يعني الحلوى تجيني هذيك هي. نشكل دوائر بهذا الشكل، نقلعوا كامل هذوك الزوائد ونخليهم على جهه باش ما تفسدناش تيبسناش وتنشف هذيك العجينه نتاع الزوائد، باش نقدروا نستعملوها. لانه كما على بالكم درجه الحراره مرتفعه والجو راه يخلينا اي حاجه تيبس وتنشف ودير لنا تشققات بزاف في اي حاجه. فلهذا الحواشي دائما هذه الاطراف دائما تهزوهم تعاود تردوهم في البلاستيك. وهنا نبداو نشكلوا في الحلويات نتاعنا، الحلوى نتاعنا لهذا النهار. نديروا الحشو في هذه الدوائر، شفتوا يا البنات كيما نشكلوا لي شوصون. فنديروا الحشو في الطرف كما شفتوني درته، ونغلقوا بهذه الطريقه. يعني طريقه سهله وبسيطه، وحتى الشكل نتاعها بسيط ولكن يجي شباب. وهنايا غلقي غايه الغايه باش كي تكون طيب هذاك الحشو ما يخرج لناش مع الاطراف صديقاتي، باش ما تنحلكش الحلوى وتخرج كامل هذاك الحشو. كما على بالنا الحشو راه مطلوق ماشي جامد. ايضا نزيد معكم واحده اخرى صديقاتي، رانا نديروا الحشو في الطرف كما شفتوا، ونجيبوا بهذه الطريقه الاطراف ونغلقوا غايه. كما تشوفوا طريقه سهله وبسيطه، وحتى بنيتاتكم يقدروا يخدموها ويتعلموا ويدخلوا في مجال الطبخ والحلويات بسهوله ويستمتعوا، حتى نتوما تستمتعوا معهم في هذه الاجواء نتاع الحلويات. نغلقوا غايه باش ما تنفتحش في الفرن ويخرج لنا هذاك الحشو. يعني طريقه سهله صديقاتي، نتمنى ان شاء الله يكون الشرح واضح وبسيط. كما قلت لكم هذه الحلوى نتاع زمان زمان ما شاء الله كنا نستمتعوا بزاف في الخدمه نتاعها، شغل مانيش عارفه واش كنا نديروا. نوع من المتعه لا مثيل له. كما تشوفوا نفس الطريقه نغلقوا غايه الغايه باش ما يخرجناش الحشو. هنا راني ننبهكم ونعاود لكم باش ما يخرج لكمش الحشو، لانه الحشو قلت لكم راه جاي مطلوق، فلازم نغلقوا غايه. اذا نواصل كامل العجينه نتاعنا بهذه الطريقه وبنفس الكيفيه اللي راكم تشوفوا، بنفس طريقه التحضير، وندخلها للفرن باش تطيب لنا. يعني شكلت حبيبات من هذا الكاطو وندخلها للفرن حتى اللي نتحصل على اللون الذهبي اللي تشوفوا فيه امامكم هنايا. كانت الريحه يا البنات في الدار ما شاء الله، ولا كانت الريحه رائعه رائعه رائعه. والله نتمنىكم تجربوها قبل في هذا العيد ان شاء الله، في اي مناسبات تحبوا تشاركوها مع عائلتكم وحبابكم ماشي مشكل. نجيب هنايا صفايه وندير فيها السكر الرطب ونذريه على الحلوى نتاعنا مادامها عاد سخونه باش تقبض فيها. وهكذا نكونوا تحصلنا على الحلوى نتاعنا اللذيذه والشهيه واللي يحبوها الصغار والكبار قبل ما الصغار. كانت هذه هي وصفتنا نهار اليوم. صاب لي الياغورت ولا هليله الياغورت، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتشاركوها معايا وتشاركوها مع احبابكم ان شاء الله يا ربي.
بارطاجيو لا فيديو وخليو لي تعليق شباب كيما نتوما، وحكيو لي واش هما الحلويات نتاع زمان اللي كنتو تحبوهم وكنتو ديروهم بزاف، وانا بدوري نشاركهم معكم ان شاء الله يا رب. برك نتوما فكروني بهم وانا عليا نشاركهم معكم في القناة وبالوصفات الاصلية ان شاء الله يا رب. كانت هذه هي وصفتنا، تهلاو لي في رواحكم والى الملتقى ان شاء الله. سلام.